أنا المذيعة الافتراضية فرحة. أهلا وسهلا وطابت أوقاتكم بكل خير. ونبدأ نشرتنا الإخبارية الوطن في أسبوع، والتي تم إنتاجها عبر الذكاء الاصطناعي. والبداية مع العناوين. السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034. والترفيه تطلق موسم الرياض بهوية جديدة. سيارات لوسيد الكهربائية تفتتح مصنعها في السعودية. نجوم العالم لكرة القدم يتفاعلون مع اليوم الوطني السعودي. ومعرض الرياض الدولي للكتاب يشهد 1,000,000 زائر. أعلنت المملكة العربية السعودية عن نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034. وقال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إن هذه الرغبة تمثل انعكاسا لما وصلت إليه المملكة من نهضة شاملة على كافة الأصعدة، وتأكيدا لجهودها في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم. أطلقت الهيئة العامة للترفيه موسم الرياض 2023، وذلك بهوية جديدة لرؤية مستدامة تصل بالموسم إلى الأسواق العالمية، حيث سيشهد الموسم العديد من الفعاليات المختلفة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع. افتتحت شركة لوسيد أول مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية، وذلك بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بحضور عدد من المعالي الوزراء. وتستهدف الشركة إنتاج 155,000 مركبة سنوياً. قالت تقارير إعلامية إن تفاعل اللاعبين العالميين في الدوري السعودي لكرة القدم مع احتفالات اليوم الوطني السعودي زاد النشر الإعلامي والتداول خارج السعودية بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي. وقد حقق فيديو نادي النصر ولاعبه كريستيانو رونالدو النسبة الأعلى من التفاعل. اختتم معرض الرياض الدولي للكتاب فعالياته بعد 10 أيام من الأنشطة المختلفة، وقد تجاوز عدد الحضور أكثر من 1,000,000 زائر واقتناء ما يقارب 700,000 كتاب من 1800 دار نشر محلية وعالمية. كانت هذه نشرتنا الإخبارية الأسبوعية. شكرا لمتابعتكم وفي أمان الله.